هل سيوافق العمال الكردستاني بكك على المشاركة في عملية الحل التي يتحدث عنها أوجلان باختشلي؟ تجري نقاشات حول عملية الحل والمصالحة التركية الكردية الجديدة، والتي يلعب فيها دولة باختشلي وعبد الله أوجلان أدوارا رئيسية. بعض المثقفين والكتاب المحايدين على ما يبدو يحاولون كسب الحدث والاستفادة منه سواء من الناحية المادية أو جماهيريا، فباتوا ينشرون معلومات مضللة متناقضة. بينما في الجانب الآخر تهدف الدولة ووسائل الإعلام بكك بالإضافة إلى تقييم الأحداث تهدف إلى إخفاء الأحداث وتضليل الرأي العام والشعب. فلم يتم الإفصاح عن اللقاءات المستمرة بين دولة تركيا بكك أوجلان إلى العلن للرأي العام على الإطلاق، بل كانت تجري دوما في السر وخلف الأبواب المغلقة. بينما كانت قشرتها وما تبقى منها من معلومات تشغل الرأي العام، وكذلك اللقاءات الحالية أيضا. فعلى سبيل المثال تبقى الإجابة على الأسئلة الهامة إلى متى ستستمر هذه النقاشات؟ وهل هناك دول أخرى مشاركة في العملية؟ ومن يجلس على طاولة المفاوضات؟ مخفية محجوبة من قبل كلا الطرفين. ومن المرجح أن هذه النقاشات متواصلة جارية منذ فترة طويلة، وبالأخص وفق رغبة بكك في أن تعقد سرا. ولكن الدولة التركية وبسبب ضرورة المرحلة واحتياجاتها المتسارعة بدأت بالعملية التي ظهرت إلى العلن بعد مصافحة باختشلي لأعضاء حزب دم بارتي. والآن يتم إقرار تصريحات قادة بكك حول الحقائق العامة، ولا يقولون أي شيء صريح وواضح سوى نضالنا أجبر الدولة التركية على القبول بالحل، والدولة التركية ليست مصممة إلى آخره. الدولة بكك كلاهما يتصرفان وكأن قنديل خارج القضية، لكن الحقيقة ليست كذلك. فبكك بأمس الحاجة إلى بيئة معتدلة خالية من الصراع كعملية الحل والسلام، لكنه ليس في وضع يسمح له بالكشف عن ذلك بشكل علني. بكك حركة تطور السياسة والاقتصاد والسياسة الجماهيرية على أساس الأسلحة والصراعات والحروب. والآن وبعد أن تعرض لهزيمة عسكرية كبيرة ومدوية فهو يتخلف في كافة المجالات. فمثلا خسر بكك جميع مقاره وقواعده ومواقعه في باكور كردستان، فقد كل شيء على خط بهدنان باستثناء جارة وخط خنيرة جوشينة الواقع تحت سيطرة إيران. جميع محاولات حرب الأنفاق والدرونات إلى آخره لا يمكنها منع تدهوره وهزيمته العسكرية. لا يستطيع بكك بناء قواعد شتوية، لا يتم فتح مراكز تدريبية تربوية في الجبال، لا يستطيع صناعة المقاتلين والحصول عليهم، فكل الأبواب مغلقة بوجهه. مني بآلاف الخسائر منذ عام 2012 دون الإعلان عنها. ورغم أن بكك ينكر كل هذا ويرفضه ويقول اضطرت الدولة التركية إلى عملية الحل والسلام نتيجة نضالنا، إلا أن الحقيقة ليست كذلك. ألا تشاهدون أن هذه هي المرة الأولى في تاريخه لا يتمكن بكك من عقد مؤتمره؟ لم يتم عقد اجتماع المجلس العام لكجك منذ 8 سنوات، أي منذ عام 16، والذي ينبغي عقده عادة مرة كل عامين. لم يعقد مؤتمر بكك منذ عام 2013، والذي من المفترض أن ينعقد كل 3 سنوات، لأن بكك لا يستطيع عقد مؤتمر في الجبال. هذا الوضع يولد ويسبب مشاكل تنظيمية. لا يستطيع التنظيم سد هذه الثغرة في نظامه. لا يستطيع قادة ومسؤولي بكك لقاء بعضهم عقد الاجتماعات. يدار الإعلام بشكل مستمر عن طريق الرسائل والملاحظات. تتم إدارة النظام بأكمله عبر مركز مدينة السليمانية وروج أفا، والذي لم يعد آمنا حتى، بل لم يعد التنظيم قادرا حتى على حشد جماهيره الأصيلة والمشاركة في الأنشطة والفعاليات المؤيدة لأوجلان في باكور كردستان. لذا فقلة من الناس يشاركون في فعالياتهم. بقي الكرد الذين يتجمعون في أوروبا في السنوات الأخيرة مصدر القوة الوحيدة لبكك. تم تمركز بكك في العديد من الأماكن بروجافا وإقليم كردستان منذ عام 12، يلتجئ لإيران والجبهة الشيعية. تشكل خط شنغال كركوك يرميا بدعم من الجبهة الشيعية. جميع قادة ومسؤولي التنظيم يقيمون في سليمانية والمناطق المحيطة بها بضمانات إيرانية، لكن التطورات الإيرانية التي لم تتوقف في الشرق الأوسط تمر بمنعطف خطير ومرحلة توقف بعد الربيع العربي. وقد تعرضت إيران لهزيمة كبيرة العام الماضي، وبينما تتجه سهام العملية العسكرية الدولية الإسرائيلية
ببطء صوب إيران، فإن وقوف باكاكا إلى جنب إيران الضعيفة والهشة يمثل مشكلة ومأزقا كبيرا بحد ذاته لباكاكا. باكاكا تنظيم متمركز في المنطقة المتنازع عليها بين إيران وتركيا وسوريا والعراق. لطالما أتيحت الفرصة للتنظيم بتمركز وفق السياسات وأجندات تركيا والأسد وصدام وإيران، ولكن وبعد تطور سياسة حماية وحدة تركيا بعد عودة أوجلان إلى حضن تركيا عام 99 حدثت تغييرات في سياسات إيران تجاه باكاكا من وقت لآخر. فعلى سبيل المثال تم طرد باكاكا الذي تمركز في سليمانية عام 96 بإعاز إيراني، تم طرده بالقوة عقب اشتباكات من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني عام 99 بناء على تعليمات من إيران أيضا. في العام 2004 حاول جميل بايك والمخابرات الإيرانية حل المعضلة من خلال توقيع اتفاقية استراتيجية، لكن ورغم أن عملية السلام جرت بشكل علني إلا أن إيران كانت تقصف قنديل. والحق أن مراد قريلان الذي كان متحمسا جدا للمفاوضات مع تركيا كان يستهدف أحيانا من قبل إيران. كذلك الآن، فلو قال باكاكا نعم لعملية السلام بشكل علني، فمن الواضح أن إيران لن تكون قادرة على البقاء على هذا النحو لا في سليمانية ولا في جرميان أو كركوك أو شنغال، بمعنى بدعم إيراني ستنتهي التهديدات المستمرة لباكاكا. مهاجمة أربيل واستخدام مطاري السليمانية وبغداد كأملاك لهم، كل هذا سينتهي. لن يتمكن أشخاص مثل قارسو المقيمين في أورميا من البقاء والإقامة هناك بعد الآن. ستنتهي صلاحية استخدام المستشفيات في طهران وأورميا، كما سيتم الانتهاء من نقل القوات من منطقتي سلماس وكوتول في رجهلات كردستان إلى مناطق باشكالا وأوزالب وأجري بباكور كردستان. ستنتهي قصص الضرائب والجمارك الحدودية ونقاط التفتيش بين بينجاون ومريوان. لذلك فإن باكاكا الآن في وضع بأمس الحاجة فيه إلى بيئة بدون مقاتلات ودارونات وبدون معارك واشتباكات، لكنه يعرف جيدا رد فعل إيران. بل يمكننا القول إن الهجوم على مقر توساش في أنقرة، وعلى الرغم من تعاون جناح الدولة تركيا فيه، إلا أنه كان يهدف جزئيا إلى استرضاء إيران. صرحت إدارة منظومة باكاكا كاجاكا في 24 تشرين الأول أنها ستتبنى استراتيجية أوجلان، وقالت لا نعرف من نفذ هجوم توساش، لكن لم يكن هذا صحيحا، حيث قام المناضلون الإعلاميون لباكاكا في أوروبا ومدير صحيفة سارخوبون ديار ديرسم بمشاركة تغريدات القديمة لآسي علي من السفجين ألتيجيك أحد منفذي عملية توساش مساء يوم 23 تشرين الأول. كما شارك أعضاء باكاكا في نشر صور منفذي العملية على وسائل التواصل الاجتماعي، أي بمعنى أن المعلومات التي يعرفها الصحفي في بلجيكا يعرفها قريلان وبايك أيضا بلا شك. إن عملية توساش هي عملية لباكاكا لكسب القليل من الوقت ومن أجل التحكم بجدولة الأعمال، وحتى يتمكن من إرضاء إيران في هذه الأثناء. بالإضافة إلى هذه الرسائل، أرادت إدارة قنديل إرسال رسالة لأوجلان والدولة مفادها انظروا نحن هنا أيضا، والحصول على وعد من الدولة بوقف إطلاق النار، وكذلك في محاولة منه لكسب مكان وموقع له. ولكن دعونا لا ننسى أن المالك الحقيقي للعمال الكردستاني هو الدولة تركيا، وأوجلان يعرف ذلك جيدا وهو يتصرف وفقا لذلك. وكذلك يعلم باكاكا أيضا أنه من الصعب جدا إن لم يكن مستحيلا تغيير هذه الحقيقة، فهو يعرف جيدا ما يحدث لمن يحاول تخطي أوجلان وتهميشه. فهل العمال الكردستاني في الخارج هو العمال الكردستاني لعبد الله أوجلان أم لجميل بايك؟